فضلا من عند الله فتعلم قبل فوات الأوان. تعلم العلم قبل فوات الأوان. هؤلاء العلماء هؤلاء لماذا كانوا يحبون العلم؟ لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان قائدهم وقدوتهم ومرشدهم فأحبوا العلم. تركوا كل زخارف الدنيا، هجروا أولادهم وهجروا المال واتجهوا إلى العلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: انظر، يستغفر للعالم كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر. انظر من يجد هذا المنصب، العلماء يستغفر له كل شيء، ولكن نحن لا نفهم استغفاره. حتى الحيتان في البحر، هذا هو الحديث. حتى إذا مت علمك تجد منه الأجر، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول من الصدقة الجارية: وعلم ينتفع بعلمه. العلم إذا علمت العلم ناس أو أشخاص وينتفع بعد، هذه صدقة جارية تأخذ أجرها وأنت في قبرك. لا يوجد شيء أفضل من العلم. انظر هذا الحوار الذي دار بين هارون الرشيد الخليفة العباسي وهو من كبار الخلفاء وبين واحد من مستشارين. انظر، لأن هارون الرشيد كان من العلماء، كان عالما رغم أنه كان ملكا، فدار هذا الحديث بينه وبين يحيى بن أكثر. قال: ما هي أشرف المراتب؟ قال يحيى بن أكثر: ما أنت عليه يا أمير المؤمنين. يسأل هارون الرشيد ويقول: هل تعرف رجل أجل مني؟ قال: لا. يجيب هارون الرشيد وهو ملك، قال: أنا أعرفه، رجل في حلقة يقول: حدثني فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستغرب يحيى بن أكثر ويقول: هذا أجل منك وأنت أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، هؤلاء أجل مني. لماذا؟ لأننا نموت ونفنى. أما العلماء فإن اسمهم مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسماؤهم باقية إلى يوم الدين. ولذلك يقول هؤلاء العلماء، لأن العالم في الوقت الزمان وحتى الآن يجلس في وسط الحلقة ويشكو التلاميذ حوله، يقول: هذا الرجل أفضل مني رغم ما أتمتع من الملك، وملك هارون الرشيد الكل يعرف. كانت مملكته لا تغرب عنها الشمس، فكان يقول: إذا رأى السحابة امطري حيث شئت فإن خراجك سيأتي إليه. هذه المملكة الكبيرة التي كان يحكمها، يقول العالم هذا أفضل منه. هذا هو العلم يا إخوة الإيمان. ومرة رأت زوجته وهي برضو امرأة عاقلة عالمة، رأت عالما من علماء ذلك الزمان العز بن عبد السلام، وكان الناس يمشون وراءه ويهرعون إليه وفودا جماعات. فرأت من فوق السطح هذا العالم فقالت: والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يجمع له الناس بالعصي والصياط. انظر، هذه المرأة الذكية العاقلة تقول هارون الرشيد هو ملك، ولكن حينما يريد أن يخطب للناس يقول: تعالوا الملك يخطب، ويأتي الناس إجبارا. أما هذا العالم وكان الناس يعرفون معنى العلم، مش زي ما نحن عليه الآن. الناس يعرفون ذلك الوقت، كانوا يعرفون قيمة العلم ويهرعون إلى العالم
ويجرون وراءه، فتقول هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي يجمع له بالعصي والصيام. إخوة الإيمان، هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يحب العلم وكان يحب اللغة العربية، ويقول في حديثه: أحب العرب، يعني لغة العرب، لأنني عربي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتكلم باللغة العربية الفصحى، ويقول: القرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. كانوا يعرفون ويهرعون إلى اللغة العربية حتى لغير العرب. كثير من علماء الإسلام ليسوا بعرب، الإمام البخاري، الإمام الترمذي، الإمام حيان، أئمة كثير، جابر، أئمة كثيرة غير عرب، ومع ذلك ألموا وأصبحوا علماء في اللغة العربية. ونحن الآن لا نعرف اللغة العربية، كل واحد يريد أن يستمع بلغة أخرى، رغم أن الترجمة لا تفيد شيئا. إذا كنت تريد وتحب رسول الله عليه الصلاة والسلام اقتدي به. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم باللغة الإنجليزية؟ أنا أسألكم، هل كان يتكلم باللغة الفرنسية؟ لا، كان يتكلم باللغة العربية. تعلم اللغات ليس عيبا، نحن نريد أن نتعلم اللغات، ولكن الذي لا يعرف لغته لا يعرف لغة الغير. هذه قاعدة علمية. إذا كنت تتعلم لغتك لأنك مسلم تنتمي إلى الإسلام ولا تستطيع أن تقرأ القرآن. بعض الناس يقرؤون القرآن باللغة اللاتينية. أي قرآن هذا؟ اللغة العربية قرآنا عربيا غير ذي عوج. إذا كنت تقرأ القرآن باللغة اللاتينية كيف تستطيع أن تنطق بالضاد؟ هل في اللغة اللاتينية ضاد؟ لا أبدا. كيف تستطيع أن تنطق بلغة الصاد؟ لا توجد في اللغة اللاتينية. كيف تستطيع أن تنطق بالضاء؟ أبدا. إذا أنت لا تقرأ قرآن، وإنما تقرأ شيئا آخر. نحن نتكلم عن الواقع، نتكلم عن واقعنا ملموس. إخوة الإيمان، لا شك أننا مسلمون، لا شك في ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام